والله انت ما تعرفه، عرفت؟ حتى لو تعرفه انت ما تعرفه، فاز خسر انت واحد، انت مالك شغل. عرفت؟ يعني هو بصوب وانت بصوب. خلاص يعني انت شوف لما تكون في الفندق يكون منتخبك وفريقك وتعطيهم نقاط وتعطيهم، انا هذا الشيء اسويه صراحه، سواء منتخب لعيبه، انا اي بطوله كثير من الشباب موجودين، اي بطوله يجون عندنا في الامارات يتصلون تعال شوف انا حاضر ما عندي مشكله، في الغرفه اشوفك اللي تبغي ما عندي مشكله، اعدل لك وقفاتك اقول لك وقف تي سو، لكن على المسرح انسى. لان انا بصراحه يعني اذا اعطيك حق مو حقك والله اني اظلمك. يا جماعه والله هذا الشيء اللي يسيء للعيبه، لان اللاعب ممكن جدمه مركزين ثلاثه يجيك السنه الجايه يقول لا انا انظلمت في التحكيم، نفس المستوى راح اشارك فيها السنه ما راح يتطور. لكن لما ياخذ المركز اللي هو ماخذنه يستاهله، كان مدني او كان عالي، ثق ان البطوله الجايه راح يتطور. وعندكم لعيبه انا شفتهم في بطوله الفجيره. بطوله الفجيره عندكم لعيبه السنه اللي طافت كانوا مراكز يعني بالقوه وصلوا للتوب فايف. السنه ينافسون بقوه. ينافسون بقوه. انا نزلت من المسرح السنه اللي طافت، رحت للاعب قال لي شو رايك؟ قلت له والله العظيم احمد ربك انت طلعت من التوب فايف، لاعب كويتي وانا ما عندي مشكله حتى تبغون اسمه اقول لك. قلت له احمد ربك من التوب فايف، شو مسوي انت؟ يا اخي انا انقهر لما اشوف لاعب نظيف وحلو ممكن ما يقدر يطلع لي شيء على المسرح، شو تسوي؟ السنه يا واحد ثاني صارت السنه، ليش؟ هل لانه عشان السنه اللي طافت خذ مركز متاخر؟ لا، راجع نفسه، شاف الاغلاط اللي يسويها عدلها. هذا واحد. ثانيا اللعيبه اللي يطلعون على المسرح ما يعرف يوقف. صراحه انا شفت مأساة في لعيبه جدا حلوين، سيمتريات حلوه، كثافه عضليه، تناسق عضلي، نشافه، ما يعرف يوقف. والله يا جماعه لا تلومون، انا اعرف عادل حلو، اشوفه في الغرفه حلو عادل كل شيء فيه، لكن لما يطلع ما يعرف يوقف طبيعي، والله ما اعرفه، والله ما اعرفه، على المسرح ما اعرفه. انا شو ليه؟ لان انا وراي جمهور مثقف عارف، انا اعرف عادل حلو، اعرف بيطان عادل كبار، عادل ما يعرف يطلع الشوبه فيه. انا عندي 5 دقائق البطوله او التعب اللي انت تسويه هذا من 3 شهور، انت عندك 5 دقائق على المسرح، اقل مني ممكن دقيقه هالبوزات. اذا انت ما قادر تطلع انا شو اطلع؟ كيف انا اعطي نتيجه؟ ترى انت لما توقف انا اسوي نفس الحسبه واعطي هذا اول ثاني اول ثاني في الوضعيات. اذا انت ما مطلع لي الوضعيه انا اقول لا هو في الغرفه حلو، لا والله ما اقول عنه. لو يوقف اذا يعدل عمره ويوقف صح راح ياخذ. ثقوا الوقفات هي نص البطوله، والله نص البطوله. انا اعرف لعيبه شياطين على المسرح عندهم مشاكل، اللي عنده قطع واللي عنده تمزق واللي عنده ما تحصله، ما تصيده، والله ما تصيده نهائيا. هذا شاطر، فانا مالي خص. لما تيجي تقول لي هذا اللاعب عنده قطع، إيه انت شفته على المسرح عنده قطع؟ لا والله ما هو حاني اشوف، خلاص ما هو حالته لما يوحيك اكتب عنه، ما دام هو عرف يغطي عيوبه هذا يعتبر شاطر. المدربين خلونا من الحكام شوي نروح على المدربين. انا نصيحه يعني للمدربين اللي يمسكون لعيبه، لا تعطي نتائج في الغرف. لما هيك لاعبك تجهزه تقول له انت روح اول. كيف انت اول؟ كيف انت اول في الغرف؟ لا هذا مو بحماس كابتن، انت الدمره لانه هو يطلع على المسرح كل الثقه انه هو اول، ممكن ما يقدر يعطي، خلاص هو مطمن انه هو اول. ليش انا اشد على عمري؟ ما انا اول. والله يا جماعه انا هاي المشكله صادفتها في حياتي، يعني مشاكل مو طبيعيه. يجيني يقول لي والله انا المدرب الفلاني قال لي انت اول. يا ابن الحلال المدرب وين شافك؟ قال شافني والله رحت له البيت وشافني قال لي انت اول. قلت خلاص هو اذا قال لك اول يعطيك ميداليه وتوكل على الله، ما يحتاج انت تجي بطوله. ممكن شوفوا ممكن انا اقول لكم انا مثلا نتيجه ما اعطيه، اجي اشوف اللاعب اقول له وقف عدل وقفاتك، عندك نقص عندك هذا اوكي. لكن ممكن يجيك لاعب
كامل تجهيز بناء اجسام، جاهز اللاعب من الاي تو زد. لما يجي على المسرح يجي واحد عداله نفس النشاف ونفس كل شيء، هذاك يكون جميل، سيمتريه حلوه، وقفاته حلوه، حضوره على المسرح يعني يجبرك انك تطالع. وهذا اللي انا عطلنا في الغرفه اول، شو اسوي فيه؟ ارد ثاني يمكن ما يجيب ثالث. راح تتم عليك انت نقطه يا مدرب، انت قلت لي ان انا اول. طبعا المدرب اسهل شيء عنده شو يسوي؟ يقط همه على الحكام. الحكام ظلموك. لو مو الحكام يصير الحكم واحد. الحكم هذا ما يحبك يا ابن الحلال. الحكم شو بينه وبينه؟ بعدين انا بقول لكم نقطه، الحكم ما ياثر والله لو شو يسوي. حكم واحد ما ياثر، حكمين ما ياثرون. اقرب مثال هذا اذا كان صعد المسرح انا مو مقتنع فيه لاسباب. فما دخلت التوب 15 وكتبت يم السبب. دخل توب 15 حطيت له 15 وكتبت يم السبب. دخل التوب 6 حطيته سادس وكتبت يم السبب. علق ذهب. وين نتيجتي؟ انا واحد من 7. يمكن انت حضرت وشفت. ترى شوفوا يا جماعه، فنتيجة الحكم ما تأثر، يعني ما لها إذا صارت بعيدة، سواء أنت صادق كنت بنتيجتك، يمكن كل اللي قاعدين ما أعطوا نفس النتيجة. فلنفرض أن كل اللي قاعدين ما أعطوا النتيجة هذه وأنت أعطيتها، حتى لو أنت نتيجتك هي الصح خلاص راح تحترق بين باقي النتائج. انتهى الموضوع. شوفوا يا جماعه، هذا مو نقصان في الحكم ان نتيجته مو محسوبه، مو نقصان، لكن كل حكم له وجهه نظر. احنا في لعبه غير رقميه. احنا الحكم الوحيد اللي في العاب العالم يتسمى جاج، لانه قاضي يقضي بنظرته. فمو شرط ان نتيجتك مو معترف فيها، لا، ممكن تختلف وجهات النظر. الحين احنا وصلنا لمراحل ان خلاص يعني صعب لاعب ينزل على المسرح مثلا الى اسم يكون مو جاهز. ندور نقاط الضعف. شوف في نقاط ضعف، ما في، يلا شوف لفه ورا لفه من نشوف نقاط ضعف. طبعا انتم عارفين شغله هاي التشويه العضلي والبومبويز والسناثول وهذا، هاي طبعا خلاص يعني احنا عندنا هذا اللاعب اللي عنده او انا عندي شك فيه. شوفوا يا جماعه ركزوا على هالموضوع، انا عندي شك فيه. لا يجيني مدرب يقول لي والله عنده التهاب او عنده تشوه خلقي او عنده بابا هذا عنده في الصاله. انت اذا شاطر او دكتور، انا مو دكتور، انا جاي اطالع شيء قدامي واضح عند فيه برع والله العظيم. انا اعرف لاعب شفته على المسرح، شوفي هذا، انا اعرف اللاعب شخصيا، اعرفه اعرف رينه. سالني احنا ثلاثه نقعد نتشاور اذا في شيء، يجينا رئيس لجنه حكام او مدير البطوله يقولنا ركزوا على اللاعب رقم كذي. شوفي يا جماعه، شوفي في التهاب برا. انا اعرف اللاعب واعرفه ينافس من توب 3 برا. طلع برا على البطوله، اتصل فيني بالليل. طبعا انا بعد البطوله بن التليفون الصراحه، يعني اذا عندك بيت وعندك عيال بن تليفونك استغلك، لانه ما في تليفون في الدوله ما يتصل فيك. اتصل فيني بالصدفه، توني انا راكب سياره اتصل، كابتن انا كم استاهل؟ قلت له الاخير. قال لي صبر خليني اسال. قلت له شو كم تستاهل؟ الاخير. قال لي كابتن انت عارف؟ قلت له لا والله انا لا عارف ولا شيء، انا اشوف، انا ما اعرفك في النادي ولا اعرفك في البيت، انا اعرفك على المسرح. انت على المسرح شو تطلع لي؟ اهلا وسهلا. اذا انت ما قادر تبرز او عندك مشكله او عندك تليف او عندك من كثر الموضوعيات صار فيها التهاب، فانا مو بدكتور عشان اشرح. قال والله انا ما فيني بومبويز. قلت له ليش توصلتنا للبومبويز؟ خليني اقول لك مشكلتك. قال لا عشان ريلي. قلت له ما شاء الله انت عارف ريلك فيها مشكله. قال لي قلت له والله حرام انت تدخل البطوله، انا من الميزان المفروض استبعدك، لكن انا منتبه. هذه مشكله المشاكل، واحده من المشاكل اللي نمر فيها. تفضل. يصير الميزان الحكم يستبعد لاعب؟ نعم، اذا عنده تشوه خلقي او عنده شرايين في لعيبه مثلا عندها شرايين كبيره بطريقه مش طبيعيه، بصوره بشعه يعني، نستبعده. في بطولات راح يتقرر بعد فتره قريبه ان شاء الله، حتى التاتو اذا يغطي بين مفصل عضلتين
راح تنقص من نتائجه. ممكن هذا، لكن عرف انه راح تنقص من نتائجه. يا جماعه انا من البدايه قلت لكم الحكم مو قاعد يحسب ارقام، قاعد يشوف. اذا انت مغطلنا شو يشوف الحكم؟ ليش انت تلبس مايو صغير؟ ليش تصبر؟ ليش تسوي تان؟ ليش تسحب الماي؟ مو عشان تروي الحكام؟ اذا انت مغطلنا في تاتو انا شو اسوي؟ هيا اطلع تاتو عشان اعرف انت شو؟ ما بس. اي شيء مسيء للعضل او التهاب او اي شيء يسيء للعضله لا تحكمون على الحكم، احكم على نفسك، لان الحكم ما يعرفك انت كشخص، يعرف جسم قدامه قاعد يحكم بدي بيلدينج. هذا الجسم حلو متناسق ناشف كل شيء باين قدامه، اوكي حكم. عنده اي شك راح يوديك 100% راح يستبعدك. موضوع المدربين خلصنا منه صح. المدربين ديروا بالكم والله، يعني نصيحه والله العظيم. انا صراحه انا كنت يعني انا اصريت عشان اجي هنا واتكلم هالكلام، لان انا احب هاي الدوله واحب هاي اللعبه، واذا فيها شيء سيء راح اقوله، وهذه امانه يعني علي انا، ما دام انا عارف شيء لازم اوصله. فلا تعطون نتائج في النوادي، اعطوا على المسارح. صدقوني راح تكونون اكثر ثقل في انفسكم وفي لعيبتكم. راح تعطون نتائج على المسارح، والحكام ما راح يظلمون حد. ما في تحيز للحكام. انا والله لو اخوي على المسرح واعطيه اول وهو ما يستحق راح يطلع برا، انا اظلمه لما اعطيه مثلا نتيجه ازيد من نتيجته راح يروح. يعني انا اخرب عليه. بعدين معامله اللاعب على المسرح، اسلوب اللاعب على المسرح. يعني هي البدايه رياضه، والرياضه اخلاق. مهما كانت نتيجتك لازم تتقبل، ما راح تتغير. والله لو تطلع سيف وتلحق الحكام كلهم ما بيغيرون. خلاص هاي نتيجتك، انت تمثل نفسك او تمثل دولتك او تمثل النادي، لا تعترض. لا تعترض. عندك اعتراض، احنا بعد البطوله 40 يوم لازم الاوراق تكون موجوده عندنا. 40 يوم عندك اي اعتراض قدم اعتراض. احنا نحاسب، احنا عندنا في الامارات نحاسب وندخل تحقيق يحاسبونا على كل رقم حطيته. اذا في لاعب الحكام كلهم عاطينا رابع وانت مثلا عطلنا ثاني، ينادونك ليش؟ شو علاقتك في هذا؟ طبعا اول شيء يسالون عنك انت وعنه هو، شو العلاقه اللي تربطكم، بعدين ينادونك. في تحقيق والله العظيم، في تحقيق وشديد اللهجه. يعني اذا انت مو كفو تقعد هنا مو بلازم تقعد، حتى لو ما عندنا حكام. لكن ما نبغى نقعد حكم يلبس بدله ويكشخ قدام العالم وهو ما فاهم شيء، او عنده تحيزات لشخص وعنده ميول لشخص. لا، احنا نحاسب 40 يوم الاوراق تكون عندنا، قانون دولي 40 يوم الاوراق والمسودات تكون عندك. في اي وقت يجيك تقرير من الاتحاد الدولي، الاتحاد العربي، الاتحاد الاسيوي، يقولون لك جيب نتائجك اللي انت كاتبينهم في المسوده. تعال تقعد، تكون لجنه موجوده، رئيس لجنه حكام، امين سر، يكون واحد مستشار قانوني قاعد، فيشرحون وتتكلم عن ورقتك كامله. اذا كان فيها تغيير، كان فيها شيء، تتكلم عنه. اللاعب على المسرح، في لعيبه على المسرح انا صراحه بالنسبه لي لما يطلع على المسرح يخليني اشوفه شاطر، اسلوبه، مبتسم. انا هاي الابتسامه الف على الصبغ كل يوم، ابتسموا واضحكوا وابتسموا، لان الحكم ترى انسان. لما تيجي معمفص في وجهه وطالعه شو فيك؟ انا مره في لاعب مصري كبير قلت له ما شاء الله انت حلو، والله بس هاي اللي قلت له. انا طايف قلت له ما شاء الله انت حلو، يا اخي ما فتشني في البطوله. ابى طالع مني قدام، واه شو فيك يا كابتن؟ روح عندي 10 غيرك على راسي. طلع الاخ من التصفيات. انا اول واحد طبعا. ليش انا قلت له حلو؟ يا اخي شو تبغاني اقول لك؟ يا اخي حلو جميل، لكن مو بلازم تكون سيء، مو بلازم تكون سيء عشان تطلع من التصفيات. ممكن احلى منك وايد. اجهز افضل. سوالي حشره يمكن سنه كامله. تليفونات وصور. انا ما عندي مشكله. يعني اللي يقول انا اذا موافق من اللي اسويه واعرف اتكلم ما عندي مشكله. في يوم من الايام في بطوله الفجيره
لاعب اماراتي كان على المسرح، لاعب حلو جميل، كان معبي في البطوله. انا لاعب يا قدامي من دوله ثانيه ابتسمت له، والله سنتين ما يكلمني، سنتين ما يتكلم معي اللاعب. ليش ما تكلمني يا ابن الحلال؟ كيف انت تبتسم للعماني؟ يا اخي هذا مسلم مو يهودي. ابتسمت له يعني كيف؟ واحد خلاص خلصنا، احنا خلصنا البطوله والرجال يعرض ابتسمت له. لا انت ابتسمت له وطلعتني انا. بالله عليك شو هالفكر هذا؟ يعني انت تقلبها براسك باي طريقه، انت اماراتي، انا اذا بسوي هالشيء بسوي معاك انت، واسوي مع العماني عليك انت، ما يصير. ليش؟ فتم سنتين، انا خليته يروح سنتين. بعد سنتين يعني الشخص قال يا اخي انا اسف، قلت له والله تفكر سنتين، تفكر ما شاء الله عافية عليك. قال لي انا اسف. قلت له انا قصرت معاه؟ قال لي لا. قلت له انا غلطت في حقك؟ قال لي لا. قلت له تبغى تشوف نتائجي؟ انا من 2009 نتائجي موجوده عندي ملف واقدر ارويك اياهم. مو من صلاحياتي اني ارويك، لكن عشان انظف قلبك. يعني لا تفكر ان انا انسان ليش ضحكت مع العماني والله انت تزعل مني سنتين. يعني كيف ابوز؟ ما يصير ابوز. بس انت قلت من البدايه انه ما يصير تضحك حق اللاعب. لا خلصنا كابتن، خلصنا الصبح، خلصنا الاوراق، شلوا الاوراق وقاعدين احنا يعطونهم دقيقه عرض حر. انا قاعد وابتسمت بس والله. يعني شوفوا كيف انا محاسب على الابتسامه، وهاي مو بطوله دوليه، بطوله عاديه كانت. فصار اللي صار، زعل الريال بعد سنتين رجع، الحمد لله. قلت له زين انه فكرت سنتين صراحه، يعني حسيت ان انا لي اهميه، يعني سنتين تفكر في الموضوع. نضبط امورك، سوي ابتسامه في اليوم. ايه ما في الا كذي. شباب اللاعب لما يكون على المسرح لازم يفرض وجوده. يفرض وجوده، حركته. يكون مؤدب محترم على المسرح، لكن يكون مشاغب. تحب تقولون لي كيف ثنتين لعبه؟ يكون مشاغب بأدب. يعني انت قاعد تعرض عضل، شيء جميل، تعرض يعني شيء تعبت عليه، شقيت. ترى البطل مو عشان بطل وقف على المسرح بس، هذا البطل صبر 3 شهور عن الحلاوه وصبر عن ما اعرف شو. يعني هالاشياء كلها الحكم لما يقعد، الحكم اللي خايف الله يطالع هالبطل، ان هذا صرف وتعب وشقى يعني هذا كله لازم يتحاسب. فانت طلع شيء جميل، عندك اشياء جميله. لا يعني واحد سوى دبل بايسبس قدامك تيجي تضربه، ليش؟ اذا هو صدقني، اذا هو يعني اساء لك، فانت اذا تحركت رحت قدام وسويت الاحلى والله العظيم راح تكسب الجمهور وخلاص. في يوم من الايام لاعب طلع سادس وانظلم في، ترى الحكام يعني مو اقول لكم الحكام لا ما في ظلم، لا انظلم في بطوله. فانا رحت له والله ورا المسرح، قلت له صراحه ما اعرف شو اقول لك، لكن ان شاء الله الجايات بتكون احسن. قلت له لكن شوف، ممكن انت ما كسبت الميداليه، لكن كسبت حب الجمهور هذا كله، كل الجمهور تعاطف معك ويحبك. فاظني هذه ما تحصلها في اكبر بطولات عالم. اذا حصلت رضا الجمهور والناس تحبك، والله هاي غايه. انا اتمنى يحبوني كثر ما يحبون، انا كلهم ما يحبوني اللي ورا، لان كلهم عندهم لعيبه. شباب حافظوا على التطور، والله العظيم. يعني انا اقول لكم انتم في بلد قاعد تتطور بطريقه مش طبيعيه في رياضه بناء الاجسام. انتم لكم حضور وبصمه في البطولات المحليه، العالميه، الاسيويه، لكم حضور مو طبيعي. حافظوا عليه، لا تهتموا في اللعيبه وخلاص، اهتموا بالاداريين، اهتموا في المدربين. المدربين يروحون دورات، يتعلمون، يثقفون، احتكاك مع المدربين ترى منه فائده. يعني مو فائده بزنس وبس، لا، في منه فوائد لين قدام، للبطولات خارجيه فاهتموا. ما دام اللعبه اخذت حيز تطور عندكم، انا اقول لكم بكل صراحه، اذا تحسبون على مجلس التعاون او بطوله الدول العربيه، الكويت ذا بست. والله مو مجامله فيكم، والله ما جامل، ما جامل ولا شيء، لكن اقول لكم حقائق عندي، ممكن انتم ما فاهمينها لان كل واحد مشغول في نفسه، لكن انا اشوفها من برا، اشوف هذه. الكويت بالنسبه عربيا اول بعد مصر سم تايم، يعني مو كل البطولات، بس الكويت قاعده تطلع وقاعده تتطور وبثقه، مو باللي يطلع عشان يطيح، لا تطلع وتسوي قاعده، تطلع وتسوي قاعده، مستحيل راح تنزل. لكن انا طالب بشيء واحد، انا اتمنى ان يعني تاخذون هذا الشيء بعين الاعتبار،
ان قد ما تقدرون الناس اللي تحسونهم ملمين في اللعبه ما لهم ميول انهم يدخلون بطولات دخلوهم التحكيم. وانا بالنسبه لي انا اتكلم عن نفسي واتكلم عن اتحاد الامارات، نحن حاضرين ندعم حكام الكويت. لو تبغون في الشهر دوره انا ما عندي مشكله، سواء في الامارات او سواء هنا، ومستعدين ان نجيب محاضرين اكفأ منا احنا واكبر منا وخبره اكثر منا عشان يوصلون المعلومات مثل ما تحبون. لكن نبغي قاعده. صراحه انا ما كنت متوقع هذا الحضور صراحه، يعني بيض الله وجهكم ان في حضور مثل هذا العدد ممتاز. ساعدونا في هذا، دعمونا في الحكام. نحن راح يعني كل راح بصدر. دعمكم والله، بس دعمونا بالدورات. حاضرين تبون دورات في الكويت ولا في الامارات؟ العين مشكله والله. في دوره شهر 6 بتكون نحن ان شاء الله خلونا نضبط هذا. الحين احنا مشكلين فريق عمل على مستوى دول مجلس التعاون. هذا الفريق يتكلم عن اللعبه واساسيات اللعبه وثقافه اللعبه وتحكيم اللعبه. مشكل الفريق من 6 اشخاص. بس ناخذ موافقات بسيطه ان شاء الله، تصير نريد في كل بلد حاضرين. احنا محاضرات. انا صراحه يعني قبل ما اجي هاي المحاضره كنت سالت كذا شخص في الكويت هل في حضور؟ يقولون لي الحضور بسيط، ما في حضور. ليش ما في حضور؟ ما اعرف. لكن اذا هذا الحضور موجود انا مستعد كل شهر دوره واجيب لكم كل شهر حكم دولي وشهايد معترف فيها. وثقوا بعد كل دوره راح اتصل فيكم واحد في كل بطوله. تعالوا حضروا، تعالوا البطولات، تعالوا شاركوا البطولات، قعدوا صف ثاني، تعلموا. والله احنا محتاجينكم اكثر من ما انتم محتاجينكم تحكمون. انا عارف ترى التحكيم لا في مكاسب ولا في ماديا ولا معنويا، اللهم انك انت محب لهاي اللعبه، تبغي تعطي فيها، تبغي اللعبه توقف على ريلها بالصح، لازم تكون انت موجود، تكون كحكم او اداري او واتيفر بالله. بعد ما تشكل اللجنه ان شاء الله، اللجنه فيها تغذيه، تدريب، تحكيم. الدوره راح تكون تقريبا من 3 ايام لين 5 ايام، راح تشمل كل الهاي. لكن الدورات هذه راح تكون فيها اختبارات. امانه انا كنت اسوي دورات في الامارات خير الله، يجون يسجلون اسامي مع السلامه. ليش زين ليش؟ شو تبغي شهاده؟ شو بتسوي فيها شهاده اذا انت ما متعلم؟ انا والله يعني حكم يا جماعه عنده شهايد كبر هاي ما شاء الله يا شهاده. قلت له انا ما عندي هاي كلها. قال لي انا حكم من زمان قبل ما انت تدخل لعبه. قلت والله تمام جزاك الله خير، تعال قاعد عداني وعلمني. والله العظيم اول سادس يعطيني الاول سادس والسادس ما اعرف شو. يعني انت شو تعرف؟ هالشهادات شو تسوي فيها؟ بروزها حطها في البيت، سوي لك يعني متحف في البيت اوكي. الحكم ما راح يتعلم من الدورات بس، والله العظيم اللي ما ينزل للميدان والله ما راح يتعلم. لو يقرا من 10 سنوات يقرا ما راح يتعلم، لازم يدخل الميدان. الميدان صعب، الميدان وايد اشياء تشوف. يعني ما في بطوله تشبه الثانيه، ما في بطوله تشبه الثانيه. تعرف في بطوله يعني احنا مرينا في 3 بطولات الشهر اللي فات. نجوم دبي 188 لاعب، بطوله الامارات 43 لاعب، بطوله الفجيره 118 لاعب. شوف يعني تناقض في فرق مستويات من 188 ل 43 ل 118. يعني هذا صراحه الحكم يدوخ. انا اعرف حكام لما يشوفون الارقام هذه يقول لي كيف شو نسوي؟ قلت له تسالني انا شو اسوي؟ هذا الميدان اشتغل صراحه امانه. انا اخاف لانك تظلم ناس. 44 لاعب يا جماعه و75 وزن. هذا 75 اصعب وزن في جميع بطولات العالم، من بطولات محليه لين امريكا. 75 صعب لان كلهم صغار كلهم متقاربين. تعال طلع لما يجيك 44 وانت عندك نص ساعه لازم تخلص، واذا ما خلصت الجمهور ياكلك من ورا. يا 25 جميل، 25 لاعب قوي جميل، كلهم حلوين. ايوه مستويات متقاربه. وتعرف
يعني ال 25 لاعب كله اسامي، كلهم اسامي كبار وكلهم لاعبين بطولات دوليه ويابين مراكز. لما تيجي تطلع واحد 15 يا الله شو يطلعك انت من حلقه هذا؟ انا جاي بطوله عالم اول، زين بطوله عالم يمكن كانوا ثلاثه وانت جبت اول، لكن هذه فيها 45 لاعب، كيف شو تبغي ناس؟ انا امشي على نتائج بطوله العالم. ويمكن يفوز عليك لاعب اصلا ما عنده مشاركات دوليه. نعم نعم. خامته طيبه وياه وشارك وجهز كان اجهز منك. وانت معتمد على السي في مالك انك انت بطل، تجي تشارك حاط ببالك انه ما حد بينافسك. فتنصدم. ويمكن يكون ناشئ. شباب اللي عنده ميول للتحكيم او عنده صديق له ميول في التحكيم، بعد ما نخلص المحاضره يكتب لي رقم تليفوناتهم اساميهم وانا راح اتواصل. لما يجي محاضره ثانيه كلكم لومني يقول لي اعطيناك الارقام وما اتصل وانا حاضر. لازم الرياضه بشكل سريع ما شاء الله، محترفين، بطولات، سفرات برا ما شاء الله. يعني انا كنت مشجعين ما شاء الله، يعني يسوون فوضى في البطولات بطريقه مش طبيعيه، انه يخلون الحكم ما يطالع لعيبته، واذا طلع لاعب فوق يا سلم. هذا واحد انا اشجع صراحه، انا اشجع الجمهور اللي نفس هذا صراحه. يعني انا من النوع اللي اتاذى من الجمهور، لكن اخر بطوله الازعاج اللي صار خلاني اريح، لان انا حسيت 9 ساعات ضغط. احنا فتحنا الميزان يا جماعه يوم نجوم دبي من 9 الصبح خلصنا 12 في الليل، بدينا 9 الصبح خلصنا 12 في الليل، يعني انتهينا. شوي الشباب يبغوا لما قاموا يضحكون صراحه استمتعنا فيه. انا طلبت الشخص نفسه هذا عشان يجي بطوله الكويت والله العظيم، قلت له انا بديك تذكر على حسابي وكل شيء تعال. قال لي انا مجنون؟ قلت له ليش انت انتبهت انهم كانوا يضحكون؟ قال لي ليه بس هو كان فاصل فكاري. ممتاز شوي يعني ريحنا. انا ارجع واقول لكم يا جماعه يعني اهتموا في هذا الامر، اهتموا وراح نوقف مع بعض وراح نساعد بعض. الكويت غنيه في هاي اللعبه وغنيه في الرياضيين وعندكم معلومات ما شاء الله، صدقوني انا اتعلم منكم والله العظيم. يعني شهاده لله، يعني انا اشوف ما شاء الله عندكم تطورات في هاي الرياضه بطريقه مش طبيعيه. نحن ستوب عندنا بالامارات مسكت بريك. ليش؟ هاي خطوط حمراء بعد التسديد. وقفت صراحه الامارات، وقفت لان بدينا نمشي بموضوع انا ما اتمنى يوصل عندكم. طبعا الحين تو واصل عندكم، اتمنى ما يوصل. بدينا اول ما بدينا كان ابو ظبي غير ودبي غير والشارجه غير وعجمان غير راس الخيمه غير. خلصنا من هالموضوع، صرنا امارات. احنا اتحدنا 71 واللعبه للحين ما اتحدت عندنا. 71 اتحدت الامارات وحده، واللعبه كل واحد فكره غير، هذا من راس الخيمه وهذا من دبي وهذا. يا كابتن ترى انت في الاخير تمثل دوله. في الاخير انت لما تاخذ تكريم تاخذه من الدوله، ما تاخذه لا من راس خيمه ولا من ابو ظبي ولا من الدوله. فانت اذا تحس انك انت راح تعطي في هالمجال ادخل في المجال وخل عنك هالحساسيات. خلصنا من هاي دخلنا في النوادي. هذا النادي ما يحب النادي وهذا النادي ما يحب النادي. انا والله ما عندي شيء، بس انا اقول لكم اللي صار عندنا. انا اقول لكم قسما بالله العظيم اتكلم عن اللي صار عندنا في الامارات. ليش الامارات وصلت ليش كذي؟ صارت هاي الحساسيه خربت اللعبه، دمرت اللعبه نهائيا. والله عندنا خامات وعندنا سيمتريات وعندنا ابطال لو يرجعون راح اسوي لكم مشاكل، لكن خلاص. ترجع متى؟ ترجع بعد دمار 10 سنوات ترجعها؟ لا. طلعنا من الاتحاد ورحنا اتحاد ثاني وردينا الاتحاد، يعني اختبصنا خبصه صراحه. اختبصنا خبصه مو طبيعيه. هذا الشيء اللي وقفنا، وانا ما اتمنى يصير عندكم. ما يصير عندكم لان يعني الحساسيات موجوده في كل شيء. في الدوام، في السيارات، في الشغل، في كل مكان الحساسيات موجوده، لكن ننظف. يعني احنا قد ما نقدر نبعد هالشيء من افكارنا. راح نمشي صح، راح ننطلق، راح نوقف مع بعض وراح نوصل للمراكز اللي نبغيها. لان لما تروحون بطولات خارجيه ما يصير هذا من صاله الفلانيه هذا من صاله، هذا من كويتي وهذا كويتي. انا ما يهمني هذا اي صاله ما اي صاله، هذا شال جواز الكويتي جاي يمثل الكويت، لازم اوقف معه.
راح تنجحون، والله راح تنجحون. احنا كنا بداياتنا كانت كذي. اول بدايات لما كانت الكويت فيها لاعبين يلعبون كمال اجسام، كنا احنا بطولاتنا 22 لاعب. ليش هاي ما سمعتوها؟ يعني هاي الوحيده اللي ما سمعتوها. لما الكويت كانت فيها لاعبين او ثلاثه يلعبون بناء اجسام، كنا احنا نغذي البطوله 22 لاعب صفين الف وباء. والحين للاسف مع التطور هذا دورنا لاعب يشارك في اسيا عشان احنا اداريين نحصل مكافاه. لاعب ما نحصل لاعب والله العظيم. ليش؟ ليش؟ ترى مو بلازم احنا نعرف ان في مشكله. لازم نعرف كيف نحل المشكله او ليش صارت المشكله عشان ما حد يطيح فيها. هاي الامور اللي وقفت رياضتنا، وقفتنا احنا. جماعه عندكم اي سؤال؟ تفضل. الاستاذ محمد قال انه في شخص اعطاه التوب 50 الاخير. نعم. الحين كان يعطيه العاشر. نعم. اعطاه السادس. هو قاعد يذكر سبب. وباقي الحكام اعطوه الذهب. ما يقدرون الباقي يراجعون نفسهم عشان يسالون محمد شنو هو السبب، يمكن ما يكونوا منتبهين. بيض الله وجهك. نعم يراجعون. وهذا الموضوع اللي يتكلم فيه محمد، الشخص في تحقيق في الامارات دخل في تحقيق. هذا الموضوع اللي صار في تحقيق عشان هذا الموضوع. يعني قبل لا تعلن النتيجه تسالون مثلا محمد او تعرفون السبب. محمد يذكر السبب، يذكر السبب، يقول لهم يا جماعه يلا خلينا نقول لكم بالمكتب هذا في سنه ثول. هذا في سنه ثول. ممكن جعفر يشوفه يعرف عنده تليف، محمود يشوفه يعرف عنده التهاب. خلاص انا ما يهمني شنو الالتهاب، انا شو دكتور، انا قاعد اشخص حاله، انا اشوف عضله مو طبيعيه فيها، انا اشوف. مشت الامور مشت البطوله، لكن ثقوا الحكم لما ينزاح من مكانه والله هاي كسره في الكلام. والله يا جماعه خلاص يضيع كل تاريخه، حتى نظره العالم له. ترى الحكم انسان يعني له اصدقاء ويطلع ويروح قهوه، اي حد اوه هذا الحكم، هذا اللي طردوه من الاتحاد، يا الله شو كبرها هذا. فالانسان يحافظ على نفسه يعني. دخلوا في تحقيق وراح ان شاء الله تكتشف الامور بعد فتره. راح ممكن ما تنكشف الامور صراحه يعني، عرف التشهير مو شيء يعني، لكن نعالجها. الصوره للحكام. الحكام لازم ياخذون حذرهم، ان الحكم غلط مثل هاي الغلطه تدير مباراه. انا الغرض من ان هم ما يراجعون نفسهم قبل لا يعلنون النتيجه. لا لان شوف، لان ورقه محمد ما تروح للحكام. تروح لرئيس لجنه الحكام او الليدر اللي ياخذ الاوراق. الاوراق ما تنكشف، بس الاوراق الحكام تتدبس مع السكور شيت. رئيس لجنه الحكام ما تطلع النتيجه لا يوقع عليها، يوقع يراجعها، يوقع، ندبسها ونغلفها ونسكر الغرف، ينفتح في الاتحاد. عندنا اجتماع بعد البطوله بيوم او يومين، يجيبون الاوراق ويبطلونها، وراح ينسالون كل الموجودين، كله، سواء انت كنت بروفيشنال او انت عادي. ليش اعطيت هذا اول؟ عندنا تصوير، احنا في الامارات خلاص اشتغلنا في التصوير، الحين صار لنا تقريبا سنه كملنا، 7 الاوضاع مصوره، الاجباريه تتصور كل اللعيبه الموجودين وينشرح عليهم، توضح للحكام، توضح. واذا اللاعب، انا ليش قلت لكم عندك 40 يوم تخلي اوراق، اذا لاعب يا اشتكى يجي هو مدربه، يجون الاتحاد، يكون امين سر الاتحاد موجود، نشرح، نفتح التلفزيون نشوف شو اغلاطك، شو هذا، مع السلامه. هذا من حق اللاعب. لكن اللاعب اللي يعني ياخذ وضعه في المسرح وانا انظلمت وانا سويت، لا مع السلامه، والله مع السلامه. في لاعب في بطوله الامارات، اماراتي، مو باماراتي بس عايش في الامارات، هذا عنده اختلاف مع لاعب ثاني. اقول لكم القصه، هذا مختلف مع اللاعب اللي جاب عليه اول. يا اخي انت عندك مشكله مع اللاعب، ليش تقط حملك على الحكام؟ ليش تطلع الحكام انت يا اخي تفهم معاه، امسكه برا وضاربه وتذابحه وخلصوا موضوعكم. الحكام ليش تسيء للحكام؟ يا اخي هذول يمثلون دولتك برا، هذول انت ما عندك ثقه فيهم او انك انت تزعزع الثقه فيهم، حرام يا اخي. ليش تحرمهم حقهم وهم اسهم منك واحسن منك ب1000 مره؟ ليش تزعزع الثقه بين الجمهور وتتكلم وتكتب؟ ما شاء الله احنا على الانستغرام اشتغلوا شغل علينا. انا اقول لك بعد البطوله يومين يعني تليفون ولدي ابنتهم صراحه،
لان ولدي يسمع كلامه فبندم. نمبر مسكين. ها؟ شلون؟ فمثل ما قلت لكم ارجع واقول لكم انا اتمنى انكم تساعدونا في موضوع التحكيم، ونحن كنا تحت امركم، وانا بالنسبه لي انا حاضر في اي وقت تكلموني تقولون لي نبغي ناس تفهم، نبغي ناس تتعلم، نبغي ناس تصير صف ثاني، اتصلوا فيني في اي وقت. حياكم الله. في الامارات، بطولات في السعوديه، في البحرين، اي بطوله انا اكون موجود فيها تعال قول لي. انت قلت لي انا صف ثاني من عيونها. اي بطوله، اي بطوله ما عدا اسيا والعالم، يعني بعد ما تقعد في تكون وطني وتكون اوكي وملم، انا ودي في اسيا ما عندنا مشكله. سواء في موضوع ثاني ان حد يدعم الحكام، ما حد يدعم الحكام. نحن ما حد دعمنا صراحه. انا اتكلم عن نفسي، عن اشكالاني، احنا يعني بداياتنا انا عارف انها من بديت لليوم اسافر على حسابي، احضر دورات على حسابي، الشهايد على حسابي ولي، مو بلي حد، مو بلي. انا لما اروح مو باخذ شهاده عشان اجمعهم في البيت، لا عشان اتعلم معلومات، اخذ معلومه من هذا، اخذ من هذا، اخذ من هذا، واكون ملم. لما حد يسالني انا حاضر، تعال اسال اللي تبغيه اسال. وحتى كرتك الدولي انت كحكم سنويا انت تجدده. انت تجدد وتدفع. انا عندي اتحاد يا جماعه، انتم يعني في فرق، شوفوا في فرق. الكويت مو موجود اتحاد، انا عندي اتحاد وميزانيته 2 مليون. والله اني انا اجدد ليش؟ لعبتنا عند ناس معينين عندنا كحكومه مو محبوبه نهائيا. انا وصلت لين اكبر يعني مستويات في الحكومه، وسالتهم قال لي دور لك اي لعبه ثانيه انا ادعمك باللي تبغيه. هاي يلا بركه. شكرا. بس لكن نكرم من اللجنه الاولمبيه، نكرم من سمو الشيخ منصور سنويا انجازات رياضيه. اذا رحنا مع المنتخب والمنتخب جاب اي ميداليه نتكرم احنا، بس طبعا ربع اللاعب يعني مثلا اللاعب ياخذ 5000 دينار احنا ناخذها. هي المساله الماديه طبعا والله العظيم اخر شيء، اخر هم، لكن فمثل ما قلت لكم انا احتاج ارقام تليفونات شباب. اي حد منكم يبغي عنده احد اي نادي فيكم يبغي محاضره، يبغي اي شيء، انا حاضر وبدون مقابل وبدون اي شيء. صدقوني عندي معلومات، يعني مو فاهم اللي مخلص يعني، لا انا اتعلم. انا اول ما قعدت على الطاوله قلت لكم انا اخذ منكم واعطيكم اللي اعرفه. انا اللي اعطيتكم اياه مو اساسيات، ما شاء الله اسامي وارقام موجوده هنا، انا ما اعلى عليكم، لكن انا كانت عندي نقطه ابغى اوضحها لكم. شو اللي خرب لعبتنا في الامارات، وشو اللي احنا محتاجينه كلجنه حكام احنا في الخليج. شو اللي محتاجينه منكم؟ محتاجين دعمكم كحكام، محتاجين المدربين، تثقيف المدربين، ان اعطاء لاعبه المراكز في النوادي هذا غلط. حببوا اللعيبه في الحكام، ما في داعي يعني اذا انت غلطت في لاعب، غلط في اللودنج، غلط في اي شيء، تقط همك على الحكم، حرام. تحمل، خليك رجل. اذا انت قادر تعدل قول انا غلط وراح اعدل، لا تقول الحكم غش، لا تقول ظلموك. ليش يظلمون؟ حق شو يظلمون؟ شو العداوه يعني؟ حد منكم جات لحد من عشان يظلم؟ حد، ما في عداوات، ما في شيء، بس هذه اللي موجوده في رؤوس المدربين اللي دخلوها في اللعيبه. لان المدرب، انا اتكلم وكل ثقه، المدرب اذا فشل في تجهيز لاعب او صارت عنده مشكله مع اللاعب، اسهل شيء عنده يقول لك الحكام ظلموك. والله الحكام ما يظلمون ولا يبغون يظلمون. انا ما قلت لكم يعني من البدايه، قلت لكم في اشياء تصير اغلاط في الحكام. ترى الحكم انسان لحم ودم مثله، ممكن يغلط، ممكن يسهى، ممكن يعني جل من لا يسهو. لكن لا تحط غلطك كمدرب تحطه على الحكام عشان لاعبك يكون راضي عليك ويكمل معك. ترى بيطلع بعدين اذا طلع مشكله. فكون رجل وقول له انا غلط، والجايات ان شاء الله بتتعدل وراح توقف احسن. قلت لكم في ابطال والله بالاسامي السنه اللي طافت كانوا على المسرح
وانا من النوع اللي بعد ما ياخذ النتيجه اكون صريح معاه عشان ما اخذ واعطي زياده، اقول له انت ما تستاهل الا شيء، عندك شيء غلط. السنه اللي بعدها فاجئني بمستوى صراحه رائع. ليش؟ هل انا لو انا فوزته مثلا او ساعدته عشان يتطور بيكون جاي نفس المستوى؟ لا، يظل على فكره مدربه بيقول انهم ظلموه السنه هاي بيتبدلون حكام ما بيظلموني. انت تظلم لاعبك مو الحكام، انت ظلمت لاعبك، علمته ان هذا المستوى وهو يجيب في مراكز، لا هذا المستوى ما يجيب في مراكز. اوكي الانسان يغلط غلط، عدل غلطه ويجيب السنه الجايه احسن. عندكم اي سؤال؟ تفضل. غزو الساعة ثور نعم دمر اللعب. صح. شوفه واضح يمكن في حكام تجاوز عنه بين في حكم ما يشوفه. هذه المصيبة. ترى احنا تدري ليش ما يشوفك؟ اقطع كلام ابو شاهين، تدري ليش ما يشوفك؟ لان مثل ما قال ابو شاهين من البدايه يحكم بطوله بالسنتين. فهو اصلا ما يدري شو الابديت اللي قاعد يصير بالبطوله او باللاعبين او بالمستويات. كابتن اخلصك اقول لك موضوع قصه صارت لنا انا واشكلان. رايحين بطوله دوليه ونحكم. لاعب على المسرح يلعب 75 وزنه كان 136 200 واشتغل على نفسه ووصل لانه يشارك بطوله حلوه. لكن عنده الجزئيه اللي تحت يعني خشها تحت الهاف، والله العظيم يا جماعه. اذا تحرك الهاف يطلع الجلد يطيح برا. انا هذا كشخص اقول له بطل. من 136 200 للاعب 75 لاعب جميل كل شيء فيه، بس هاي الجلد اللي تحت هذا انا اعطيه مركز؟ ما اعطيه مركز، مستحيل اعطيه مركز لان عنده تشوه. هاي هي لعبه بناء اجسام، يعني جسم جميل قدامك منسق وجاهز، هذا عنده تشوه، كيف انا اعطيه؟ اعطيناه مركز متاخر، تعرف شو صار فينا؟ قام الحكم قسما بالله يعني يعطونا نتائج قال كيف؟ انت اعصابك انت ويانا ولا وياهم؟ كيف هذا ياخذ؟ قلت يا ابوي اسكت. قسما بالله العظيم لليوم هاي السالفه قبل 8 شهور يمكن، لليوم في الانستغرام يتكلمون الحكم الدولي فلان بن فلان اشاد في اللاعب فلاني انه من التوب 3. قسما بالله العظيم اقول لك انا واشكلاني قاعدين اقول له ريال في بومبويز. لا عادي لا تخلون الامور وايد صعبه. المشكله يعني انه مو بومبويز تجميلي، يعني مشوه مو مشوه، ريله صايره كانها تشيس في حصى. شفت التشيس تجيب تشيس داخله صخره كذي مسكه شلون شكله؟ سميد شلون شكله؟ سميد والله العظيم شويه سميد شويه متفخ، يعني في اكثر من 6-7 كور داخل الفخذ من الجنب بالويل، يعني العمي يشوفه. يا جماعه هذا الحكم اللي انا ما اتكلم في الحكم، لكن اتكلم في المشاكل اللي تصير. ليش احنا عندنا هالمشاكل؟ لان اقول لك هذا الحكم تستبعده خلاص من اول، ايش دخلته وياه؟ هذول الموجودين هم السته. هذا الحكم يعني قديم ولا اسم ولا تاريخ، لما يعطي كلمه مثل هذه يسيء للحكام، وهذا الحكم مو من نفس الدوله، يميون من دوله ثانيه، يسيء للحكام لانه هو له اسم له ثقل الحكم. لما الحكم يسوي فيه كذي فما بالك من اللي ماخذين بومبويز. الله يستر. الحكم والله العظيم اول ما قالوا النتيجه رجع قام اهدى كابتن اهدى شو ذي؟ كيف هذا اول؟ والله العظيم واحد نقز من الجمهور يا له كابتن كيف هذا؟ قال لا انا معاكم يقول لي الجمهور. قسما بالله يا جماعه لا بلد جمهور ولا من البلد ولا رفيج اللاعب، احنا في بلد مستضيفه. لما يجيبونا نحن بلد تجيبنا نحن مستضيفيننا ويمسكونا بطوله، هاي ثقه لازم نكون قدها صراحه. هاي ثقه وحاطق علينا، يعني لازم نطلع البطوله قد ما نقدر يعني اذا مو ب 99% 100% انه ما في اغلاط من التحكيم. انت لما تقوم تسوي شيء انت حركه التحكيم كله اي اغلاط. احنا 50 ما وصلنا وقاموا يكتبون وحكم قدير له وجهه نظر ما عندي مشكله، لكن قديم. يعني انا سالته قلت اخر بطوله حكمتها متى؟ قال لي من 7 سنوات. والله عليك انت شو تعرف في اللعبه؟ قلت له تتمرن؟ قال لي لا. قلت تروح النادي؟ قال لا. عندك اصدقاء لاعبين؟ قال لي لا. تتابع؟ قلت له انت شو حياتك؟ قال لي والله انا اروح سوق الحمام. شو تقول والله عليك؟ يعني انت تروح حكم الحمام والله العظيم يا جماعه والله انا اتكلم لكم وقائع، هذا واقع يصير قدامنا.
ويسيء لنا احنا، يسيء لنا حكام. انا ممكن انا حكم توني طالع، انا الكلمه تاثر علي، اي وجهه نظر من لاعب او مدرب تاثر علي، لما هذا حكم يحط وجهه نظر فيني انا، فما بالك من الجمهور المحترم. اي سؤال يا شباب، اي استفسار؟ احنا حاضرين. الله يعطيكم العافيه. بعقب انا على كذا نقطه بس على ابو شاهين، بعدها ناخذ بريك. اي بس نقطتين ثلاثه. بالنسبه حق الحكام، ابو شاهين قال انه ما قصر، انه بالامارات راح يستضيف اي شخص باي بطوله انه يختبر. نفس الشيء بطوله الكويت، بطوله الاكسجين اللي راح تصير ان شاء الله 6/6 عقب باكر، راح نسوي فيها تست حق الحكام. اللي حاب انه يختبر حياه الله، راح نخليه صف ثاني بس فئه البودي بيلدينج، يعني بالشورتات او الجينز وكذا ما راح نخليه. بفئه البودي بيلدينج راح نعطيه وزن او وزنين، راح نختبره. بعد البطوله راح نجمع الاوراق وراح نشوف اللي نتائجه تكون، يعني ما في واحد هو الافضل، يعني انك انت دائما انك انت تطور من نفسك، لكن احنا نقول الاقرب راح نعرض عليه 80 70 حتى 50 حتى 50 او 60. 50 اذا ناشط يبغيه احنا نبغيه. راح نرحب فيه ان ناخذه مثلا لبطوله دوليه وبطوله اسيا قريبه، راح نقول له حياك الله تفضل. طبعا حياك الله تفضل مو انا اللي راح اسافره، هو اللي راح يسافر. لا تمسكونها مني بعد، لان احنا كلنا على هالحال. حكام صدق احنا عندنا نقص بالحكام، اللعبه صار لها بالكويت يمكن اكثر من 30 35 سنه نشطه، يمكن نامت خلال فترات، نقول يمكن من نص التسعينات ردت انشطت مره ثانيه. ما عندنا حكام بس عندنا ناس فاهمه، ما عندنا حكام بس عندنا ناس تعلق على الحكام، ما عندنا حكام في ناس تعلق على النتائج، ما عندنا حكام كل ما صار شيء الانستغرام هذا هو حكم. والله انا عورني وايد الانستغرام. انزين، اذا عندنا احنا ناس بهالنظره وبهالانتباه وبهالخبره انه قادر يميز اللاعب الزين، يا اخي حياك الله تعال اختبر، يبغى الله بالخير، لا تقعد تختبر بالكويت. طق تذكره وانا حاضر من عيوني، راح اكلم لك لجنه اسيا، الاتحاد الاسيوي، واخليك تختبر. لا تاخذ بكلامي انا، اخذ كلام اللي افهم مني واقدم واعلم. روح اختبر، بس تكفى ما يصير ان انت يعني لا تبي تصير حكم وتنتقد الحكام. عندك نظره تعال، بالعكس يمكن انت تكون افضل مني، يمكن انت عندك نظره وعندك فكر وعندك اطلاع اكثر مني، يمكن انا استفيد منك. تعال، لان انا اذا استفدت منك وانت تستفيد مني بنطلع كلنا بالنهايه حق منهم؟ حق الكويت. بنقول والله الحكام الكويتيين، لان مثل ما اللاعب ما له، يعني يمكن ابو شاهين تو قال اللاعب ما له عمر، انا بالنسبه لي حتى الحكم عفوا ان اللاعب عمره قصير باللعبه راح ينتهي، الحكم ما ينتهي صح، بس راح ينتهي الحكم لما اللي يصير انا بدل ما يكون عندي بالكويت حكمين خلي يكون عندي 10 حكام. محمد اشكناني اول حكم، اوكي يلا خلي حق نفسك، في 9 احسن منك، خلاص استريح اشكناني وخر. ما في 9 احسن منك، 9 قاعد يسافرون، 9 قاعد يقدمون، 9 قاعد ينجزون، 9 صار لهم اسم افضل منك. يمكن انا مو سيد بس في احسن مني، خلاص انتهى، راح امسك ايدك واقول لك تفضل. بس لا تجي تنتقد وانت ما تبي تصير حكم. لا تكون انت جمهور قاعد طالع انستغرام وفيسبوك وطالع الصور وتجي تنتقد اللاعب، هذا اللاعب تعبان، هذا اللاعب كذا، هذا اللاعب كذا، هذا بطته صغيره، هذا سواعده، هذا مثلثه. تكفى الله يخليك، تعال اصعد المسرح، انزين سوي دايت، تمرن اصلا، لان انت قاعد هو قاعد يعلق لك بالانستغرام وبوز الشيشه قاعد جنب قاعد طالع ريال مدريد، بس ايش لك بالحديد وكره عرفت؟ فاحنا هذه مشكلتنا، ان ما نبي يعني بس نبي ننتقد ما نبي نتعلم. احنا كلنا كذي او غالبيتنا كذي، يبي ينتقد ما يبي يتعلم. اسلوب اللعب على المسرح راح اتكلم فيه انا بعد ما ناخذ بريك. بالنسبه حق النتائج، ترى حتى هني بالكويت لما اكون انا قاعد كرئيس لجنه حكام نتائجي ما اقطها، يمكن اي سيدري صح؟ سالتني عن بطوله وورد جيم، بعد ما خلصت البطوله انا ما حكمت، انا كنت رئيس لجنه وحساب، اللهم اني قاعد اجمع الاوراق واجمع الحسابات. صار كلام جمهور، احنا دائما يعني ما بيتكلم عن برا، خلينا نقول احنا الكويتيين، انت كحكم ما راح ترضي الكل، لكن الجمهور لازم شويه يضايقك، النتيجه مو عدله، النتيجه كذا، النتيجه كذا. فكلمت عيسى قلت له الموضوع 1 2 3،
فالريال صراحه رد علي قال لي اللي يتكلم خليه يتكلم كيفه، احنا عارفين شغلكم وعارفين وظيفتكم. قلت له لا احنا اوراقنا عندنا، انا واحد من الناس ما قلت اوراقي، يعني غالبا انا من اسيا لاسيا، من اسيا لاسيا اوراقي وياي. بس كمان شو المشكله في حكم يجي يقول حق لاعب انا اعطيك الثاني؟ ايوه هذه انت شو المشكله؟ واللاعب انت شو المشكله؟ هو يقول انا معطيك اول ومعطيه رابع عشان يفك نفسه. والله العظيم صح. مو انت تفك نفسك تاذيني انا، تاذي ربعك اللي قاعدين. صح. وهو طلع منها وانت اللي دشيت. وجهه نظر انت كحكم، يا تعطيه كاش انت ايش معطيه، انت شنو معطيه، تكون صادق مع نفسك قبل لا تكون صادق معاه، او اسكت. بس شوفوا يا جماعه، انا كرئيس لجنه حكم يروح يعطي لاعب نتيجه والله لا اشطبه هو قبل اللاعب، والله لا اشطبه هو. الحكم ان شاء الله دولي ومعترف فيه، والله لا اشطبه لو يعطي لاعب، لان انت لما تعطي لاعب خربت نص البطوله، ضيعت نص البطوله. الجهد اللي بيسوونه مثلا العصر والموسيقى والوضعيات هاي كلها بتكون ميته، ما لك النتائج عندهم. والله ان انا اقول لك لو يجي يوم من الايام حكم يوزع نتيجه لاعب والله لا اشطبه. انا موجود وكل الشباب موجودين وابطال وحضرت لهم بطولات، واتحرك ورا المسرح واقول اشد حيلك انت حلو وتحرك وسو اوكي. انا اقول لكم شجعوا الحكام، شجعوا بالعكس، شجعوا اللاعب، عدلوا وقفاته، اذا في مجال انكم تروحون تساعدونه ساعدوهم، ما عندنا مشكله، لكن تعطيه نتيجه لا والله لا اشطبه من الاتحاد، ويا هو يقعد يا انا اقعد. انا ما اقعد، ما يشرفني اقعد مع واحد يبيع 7 موجودين معاه عشان يرضي لاعب، وهو اول واحد بايع لاعب. اذا باع ال7 ترى هو باع لاعب قبل ال7 لان اعطاه نتيجه مو موجوده. انا شفت في بطوله من البطولات كنت امشي واحد من الحكام واقف مع لاعب، قسما بالله اني لفيت يطلع ورقه من جيبه، قلت له روني النتيجه الله يخليك، على طول وقفت قلت له روني النتيجه، قال لا والله مو النتيجه، قلت له طلع الورقه. والله ان طلعت النتيجه لو تموت وما تقعد على طاوله، ما دام انا موجود على طاوله ما تقعد. طلع الورقه، طلع بروشور مال هذا. الحمد لله احمد ربك، لو مو والله لو ورقه تحكيم اقسم بالله ما تقعد لو تموت. لان انت ما تسيء للبطوله بس، انت تسيء لهال7، عيب هال7 انا جايبينهم من بيوتهم، جايبينهم من دولهم عشان يحكمون بطوله، انت تروح تعطي النتيجه، انت منو؟ انت واحد ما تعني، حتى لو واحد من الحكام سيئين. اذا كنت انت سيء، اذا انت كنت سيء ما تمثلهم هم. اذا كنت انت محترم نفسك ومحترم وظيفتك ومحترم شغلك، اهلا وسهلا مثلهم، ما عندنا مشكله. ناخذ بريك. يلا نطلع بريك. احنا دائما نقول الحكم لازم علاقته حلوه مع اللاعبين، واللاعب لازم علاقته تكون حلوه مع الحكم. بس شغله لاحظتها بعد بطوله الكويت وبخاطري اقولها، بعد اخر بطوله اللي الحين بتنعاد، سؤال انت لما تسلم على الحكم ايش تبي منه؟ تسلم عليه لانك انت تحبه او تبي تتعرف عليه، ناقصك ربع، ولا انت معجب بشغله وانه هو حكم ولديرتك؟ او انه يبي نتيجه حتى، او ممكن احترام لك، ممكن احترام. صدق انا هذا كله احطه على راسي، بس تكفى اذا خذيت نتيجه انت مو عاجبتك، سلم بعد يكفى سلم، بس سلم. لان قبل البطوله ب3 ايام انت كنت تجي تركض وشوي تبوس راسي. ما يصير، انا مو ابوك ولا يدك. لما اصفط سيارتي يم باب النادي لا تجيني ركض، لا بالزلم هلا ابو علي، عرفت سمولدي بعد، يعني مو ابو جاسم. انا بقولها لان كل اللي قاعدين اغلبهم ربعي واخواني. صارت شخص واثنين وثلاث، انزين بعد البطوله انت ما اخذت المركز اللي انت تبيه، اخلصك انت ما طلعت اوت، زين ليش ما تسلم؟ انزين تتوقع انت يمكن تسلم علي انا ادور ربع؟ انا كافيني ترى 3-4 ريايل يمي، ومو قصورا باللي قاعدين كلهم، لان كلهم اخواني، وعندي بدال ال3 عندي 300، فانت ما راح تضيف لي شيء. يمكن شايل بخاطره، شايف ان التحكيم مو شيء، ما يخالف، صح. انت كلاعب لما يكون عندك سبب تبي شيء، روح حق الحكم سأله. لا تسمع كلام صاحبك وتزعل من بني ادم انت شوي تبوس ايده وراسه لانك وايد كنت تحبه، بس ما اخذت اللي تبيه، صرت وايد تكرهه. عيب. اذا انت مفكر انك انت تقرب من الحكم عن الشغله هذه، لا تقرب. لان ثق بالله هو ما يبي سلامك ولا يبي صحبتك ولا يدور ربع، لانه زهقان واصلا ما عنده وقت
وعنده 1000 شغله تشغله. هذا من عيوب التحكيم استاذ. مو هني الحكي، احنا ليش نقول اللاعب يمكن يفوز ببطوله ياخذ ميداليه، يمكن الدوله تكرمه، يمكن ناديه يكرمه، يمكن يصير له بزنس، يمكن يصير مدرب، وات ايفر. الحكم مش قاعد يستفيد، وخصوصا عندنا بالكويت الحكم ترى يسافر على حسابه، شغله كله على حسابه، لانه يحب اللعبه، يحب يساعد الكل، بس لا يزعل عليه واحد. ايش يسوي فيه؟ يطوفه بالنادي كذي. الله يعطيكم العافيه، نطلع بريك ونرجع ان شاء الله. نتكلم الحين عن دخلة اللاعب المسرح. شنو يحتاج اللاعب؟ من يروح يوزن؟ وايد لاعبين يقول لك طبعا يدق عليك، يدق على اي شخص مثلا يدري انه هو مثلا من منظمين البطوله. انت تحط الاعلام من الميزان مثلا على سبيل المثال الساعه 12 الظهر، يدق عليك كابتن انا سمعت الميزان 11 الا ربع. زين سمعت من منو؟ ما انا قايل لك انه الساعه 12. عرفت؟ اللاعب باخر فتره لازم يخلي له واحد هو اللي يشيك على الامور هذه. توقيت الميزان من متى لمتى، متى وقت البطوله، وين باخذ الرقم، وين بضبط الامور هذه كلها. وايد من اللاعبين كذا بطوله صارت تعطيه انت فتشه يمكن 4 ساعات الميزان او 5 ساعات. في بطوله فتحنا ميزان من الساعه كم عيسى؟ من 10 كانت صح؟ متى سكرنا؟ 6:30. بطولة عالم ما يفتح لك 10 الا 6:30. واحد من اللاعبين جاي الساعة كم؟ 6:15 وزايد 3 كيلو. يقول زين خل اروح انزل انا وانطرني. عفوا انطرك ليش؟ بس انت ليش ما جيت الساعة 10 الصبح؟ 12 1 2؟ ليش انت كلاعب تحكر نفسك باخر ربع ساعة؟ تبي تجي توزن وانت زايد ميزانك وتعلق روحك وتأذي نفسك، بالنهاية لا راح تشارك بالفئة اللي فوق ولا انت شارك، زين ليش مجهز؟ يعني اللاعب لازم يكون حريص، اللاعب ومدربه لازم يكونون حريصين انه اروح بوقت مبكر حق الميزان. كاحنا اللاعبين قاعد يشاركون عندنا يمكن عسكر رشكناني، ابو دستور، الراشد. الساعة كم قاعد اروح حق الميزان؟ قاعد نروح حق الميزان يروحون وياي. انا اروح مبكر اساس اقعد مع الحكام وننسق الاوراق، وهم يجون يقعدون اول صف ينطرون دور اول شيء. ترى هو تعبان. يعني لا تتوقع ان مثلا لاعب تعبان ولاعب مو تعبان، كل اللاعبين باخر 3 ايام تعبانين، واخر يوم خصوصا وقت قبل الميزان هو منتهي اصلا خالص. فيبي يحتاج انه يرتاح، ما يخالف انت تبي ترتاح روح مبكر. تنطر لك ساعه مثلا الصبح ولا تعلق نفسك لاخر وقت بالميزان، ولا انت اللي صايد وزنك ولا انت الموزن وانت اللي متاذي. خذيت رقمك، حافظ على رقمك، ما تقدر تحافظ عليه عطى حق شخص يحافظ عليه، لا تضيعه. لان انت بس تضيع رقمك اعرف انك انت راح تضيع وقت تسخينك وتجهيزك انك انت تنزل مسرح. لان بتلحق حكم لحكم وطاوله وعطني ورقمي وبالنهايه تصعد على المسرح يا رقمك غلط يا ساعات تصير في خربطه، الحكام ما يسجلون الرقم، لازم تنتبه انت على الرقم وايد. ابو شاهين تكلم عن الابتسامه على المسرح. اللاعب انه يبتسم على المسرح. في شغله اسمها البادي لانجوج. البادي لانجوج انت تحتاجها حتى لو تروح مقابله شخصيه. كبادي لانجوج انت لو تروح مقابله شخصيه لوظيفه لعمل لاي مكان، دائما تلاقي في شخص قاعد يميز البادي لانجوج مالك، حركاتك، ايماءاتك، حركات انت هذه محتاجها على المسرح. يعني انت لما تصعد المسرح ليش صاعد زعلان؟ بس ليش معصب؟ ليش اول ما تصعد الستيج تطق الارض؟ ذهلك؟ ادري انت قوي وراح تطلع اوت. هذه الشغلات اللي قاعد تصير انت قاعد انت مو قاعد تنبه الحكم، شوفني ترى الحكم مو عمي. لان الحكم ترى جايبينه من بيتهم وقاعدين لابسين بدله وكرافته بس عشان يشوفك. فانت طقيت الارض، مشيت على عيونك، سويت اللي تسويه، هو راح يشوفك. بس ساعات راح يضحك عليك. وقاعد تصير في بطولات انت تقعد كحكم، انت المفروض ما تعطي ولا انطباع حق اللاعب بس لا شعوريا تضحك عليه. انت ما تضحك له ترى ساعات في حكم ترى قاعد يضحك عليك، انت قاعد تستهبل. انت لما تصعد على المسرح لازم تكون على قولتهم بأبهى صورة. ليش انا صاعد المسرح محالق؟ ملعب يعني؟ خوف الحكام، خوف اللاعبين، وصارت يصعد محالق، مو مشط شعره، مو زين ليش؟ ترى هذا كله يشد الحكم. يمكن البعض يمكن يقول لك لا انا اقول لك ايه.
بتقول لي لا، بقول لك قانون دولي. انت لازم شكلك يكون مرتب. ياثر فيك اكثر تدري وين؟ مو بس بالبودي بيلدينج، ياثر اكثر بالكلاسيك بودي بيلدينج. وايد ياثر الشكل. يعني انت الحين اول شيء شكلي. كم لاعب شفناه على المسرح صاعد مو حالق شعر جسمه عدل. ترى سالفه بايخه ها؟ بالصدق كم لاعب صاعد على المسرح مو شايل شعر جسمه. انزين، مو شايل عدل يعني الصبغه مو ضابطه عدل، الصبغه مو ضابطه يعني جسمه قاعد يسيح او مبقع او هذا كله قاعد ياثر عليك. انا بعطيك الشغلات اللي انت قاعد تاثر عليك انت كلاعب. قلت لك رقمك يضيع، قاعد تتاخر بالتسخين، تتاخر تصعد المسرح. قبل ايش كان يصير؟ كان يكون اللاعب اذا تاخر على المسرح يقول لك يلا صعده وخليه يكمل باقي الاوضاع مع اللاعبين. لا، بطوله دوليه تاخر على المسرح خذ وضعين. عادي يقول لك تفضل اطلع برا، عادي يقول لك صف ورا، عادي انت اصلا ما تطلع باي مقارنه. عرفت؟ حركاتك لا تطق الارض، لا تطق نفسك، لا تطق اللي حواليك. كم واحد فينا حضر بطولات؟ كلكم ما شاء الله قاعد تحضرون. كم واحد ياخذ سايد شيست ويطق فخذه؟ بس ليش قاعد تطقه؟ ليش تطق نفسك؟ والله جد. وصارت بعد يمكن اخر بطولتين يمكن كنت انا والشاهين موجودين وشفنا اللي واحنا قاعدين قلت طقيت الشاهين قلت معود بس لان خلاص لان اللي اخر هذا قاعد يسمع صوت الطقزه. ليش تطق نفسك؟ يعني تطق فخذك خلاص الخط بيبين والعروق تطلع. النوع السابع. اي فالشغلات هذه ما لها داعي. تاخذ دبل بايسبس خلفي، ليش تشوت المسرح؟ يعني اذا ما شلت المسرح كسرت الخشب خلاص ما راح يشد الخلفي. هذه الشغلات تضايق الحكم. الشغلات هذه يعني تطلعك انت بصوره مو بصوره واحد لاعب محترف في الشغله. بس بعلق على كلامك. شوف في البطولات المحليه مثلا يجيك رئيس الاتحاد اكثر شخص يلجأ له عشان ينقي لعيبه حق بطولات خارجيه او بطولات دوليه، يجي للحكم اللي معتمد تقريبا فيسأله يقول له شو رايك؟ طبعا المدرب يشوف اللاعب بنظره، لكن الحكم يشوفه في 60 نظره. يشوف شعره، يشوف ابتسامته، يشوف شكله. امانه انا اقول لكم يعني ساعات يتعادلون شخصين والله توصل له حلاقه وجهه وشعره وترتيبه. هل هذا مرتب ولا لا؟ لان هذا حاليا هني يمثل نفسه ويمثل ناديه، لكن برا بيمثل دوله. انا والله صراحه ما يعني اشوف اشياء عجيبه. هل يصبغ لك اصفر ويقطع وجهه مني ويقطع، ايش تسوي انت؟ هل انت تغري الحكم مثلا؟ يا اخي انا في الاخير ترى انا ولديرتك وراح امسك ايدك وراح اروح اسيا وانافس فيك في اسيا او في العالم. اذا انت شكلك مو لايق، احنا شوفوا احنا مفروضين فرض على الدولة او على الرياضة ان احنا تكون هاي رياضتنا. طبعا جميع الناس يطالعون هاي الرياضة بنظرة غريبة. احنا نبغي نحسن من صورتنا. اي واحد صابغ لي يديك مثلا، شو تسوي انت؟ يا اخي انت عندك عائلة وعندك اهل، انت ترضى تطلع مع اهلك في السوق لا مسوي هذا؟ ما ترضى. كيف ترضى انت على المسرح؟ ترى انت بكره اذا اختاروك انت اذا سويت هالحركات انك قاص شعرك ومسوي ارقام في راسك ومسوي ما اعرف شو، والله ان الحكم اول واحد راح يستبعده. اذا طلبه مثلا مدير المنتخب او شيء قال شو رايك في هذا؟ يقول هذا جسمه حلو لكن هذا الاسلوب ما ينفع برا. هذا الاسلوب ما ينفع. لا تقرع بيسوي لك شغله ثانيه بيكتب في راسه. يعني اخلاقيات هذا اللاعب لازم يفهم ان كل لاعب يلعب بطولة محلية مو غريب انه يروح بطولات عالم ولا اسيا ولا عرب. راح يروح البطولات عادي، لكن يروح لما هو يرتب وضعه، لما هو يضبط نفسه راح يروح. انا ما بيك اقول لك حلق شعرك، ما بيك اقول لك ليش انت مصابغ شعرك اصفر. انا صح، انا معاك، انا احكم على جسم هذا ما اتدخل فيه. لكن انت كواجهه تمثل، اي واحد فيكم بيروح يمثل دوله برا يعني في دوامه او شيء يلبس ارقمه عنده عشان يمثل، صح ولا لا؟ انت اذا رايح تروي جسمك رو احلى صوره تكون. بعدين انت تعبان 4-5 شهور يعني عيزان على النص ساعه هذه تطلع انت بابهى صوره.
وهاي راح تتم الصوره اللي تصورها في بطوله اسيا وعالم راح تتم معاك طول العمر. لما تكبر تروي عيالك وتروي احفادك، لما تحس انك تقدمت العمر، يا شو اروي ولدي شعري اصفر، تسوي ديج كاتب. صراحه صح ولا لا؟ هو بروح القصه بعد 10 سنين شكلك لوع الجرح. احنا نتكلم والله بعد انت تسوي شيء. احنا نتكلم عن رياضه صعبه تفرضها على المجتمع اللي احنا فيه، مجتمعنا محافظ، قد ما يتفتح راح يكون محافظ على هاي الرياضه. لكن لازم ننقل هاي الرياضه بصوره نظيفه. نسويها بصوره نظيفه، شو نسوي هالاشياء هالجزئيات اللي تخرب نطلعها من الرياضه. هذه مو شغله اللاعب، هذه شغله المدرب. المدرب لازم يكون ملم في هالاشياء. نرجع نقول اخلاقيات اللاعب على المسرح. وشاهين ايش قال؟ قال لاعب يطق لاعب. بس ليش طق؟ بس انا هو قاصر عقل ولازق فيك قاعد ياخذ دبل باي ويطق كوع بكوع. كوع 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 كوع. ايش راح يسوي الحكم؟ اثنينكم ما اشوفكم. زين ليش؟ ارض الله واسعه. مسرح 20 متر عرض، يا اخي وخر عنه. اذا هو قليل ادب انت بحركتك هذه انك انت لما توخر عنه ترى وايد راح يحترمونك. تلف الحكام كلهم عليك. تلف الحكام يشوفك والجمهور راح يتعاطف معاك. الجمهور راح يتعاطف معاك لو ما كنت انت 100% راح يتعاطف معاك لانك انت احترمت الموقف، احترمت المسرح، احترمت الجمهور، احترمت الحكام، راح يطلعونك بنظره ثانيه. شلون تحترم الحكام؟ انت الحين لما تدش المسرح قلت لك بالبدايه تطق الارض وتطق نفسك وتصارخ وتطلع لسانك انت حتى بلبسك لازم تكون مهذب. يعني الحركه اللي تصير مثلا سحبه المايو، دخل المايو داخل، خلاص ترى اذا انت مشرح وناشف ترى الحكم بيشوف. بس انت بالحركه هذه اللي انت قاعد تسويها ترى عادي ينبهك مره ثاني مره يقول لك تفضل اطلع برا. لان انت انت اوريدي لابس مايو على اساس كل شيء يبين. بس ما راح تلبس بعد ايش بيبين اكثر؟ ثونج. عرفت؟ يعني خلاص لان انت عندك جمهور، يعني في حريم حاضرين، في ريايل كبار، في يا اخي في ناس اصلا ما تحب اللعبه هذه. فتخيل يشوف صورتك بجريده ولا يشوف صورتك بمجله، شنو هذا؟ يعني انت بالشكل هذا انت ما ترضاها اهلك يشوفونك. عرفت؟ فانت شلون صاعد على المسرح ومصور وبتنحط صورتك بتطلع بالتلفزيون ولا بموقع انت طالع بالشكل هذا. عرفت؟ تلتزم تعليمات رئيس الحكام. لحظه دقيقه. شوف هذا اثنين ما يحبون يحضرون بالدستور والراشد ساكته. اخلاقياتك على المسرح مع الحكام. ليش اقول لك انت تطلع بصوره بابهى صوره، تطلع بشكل فريش، انت تعبان وكل اللاعبين تعبانين، بس تكفى لما تدش المسرح ليش عابس بوجه الحكم؟ عرفت؟ خلينا نخلص. صور السؤال شكله صعب. زين عشان اقول هالنتائج من المحاضره. نتائج المحاضره. ليش انت صاعد تعبس بوجه الحكم؟ ليش تاخذ بوز وتعصب او ساعات تطلع جاب للحكم وجهك تعبان، يعني تشتري تبين لانك انت بريء تكفى عطني مركز؟ تعبان صدق. لا تصير تعبان. انا اعطيك اياها بالاخر، انت تعبان بتموت. اخذ قاعده خصوصا بهاللعبه تموت الاشجار واقفه. شايف هذا؟ شغل تعذيب، شغل عسكري، انت ميت بس واقف، اي خليك ميت واقف قاعد تضحك. لان انت لما تعبس بوجهك بوجه الحكم شنو قاعد تقول له؟ تكفى طلعني اوت، تكفى معود، لا تناديني بمقارنه. والله انا تعبان لا كبدي وبموت وسايح وجهي. لا حبيبي اصعد اضحك اوقف، بس ما عاد اصعد واشوت الستيج واطق اللي يمي واصارخ. عرفت؟ شلون تحترم الحكم؟ حكم المسرح، انت خلي الحكام اللي قاعدين، قلت لك انا. حكم المسرح شلون تحترمه؟ يا اخي يقول لك تفضل ارجع على الخط. طبعا انت تتذكر المدرب ايش معطيك؟ جد الخطوه عشان يشوفونك. يعني تكفى انت الحين الخطوه هاي 30 سم، الحين بيشوفونك يعني تبرز، اترك عنك. يمكن كانت هذه في زمن انتهى. الحين انت واقف على اللاين تلعب بطوله دوليه، يقول لك لو سمحت على الخط. ثاني مره يقول لك لو سمحت ورا كلش. بس انت ليش تضيع على نفسك؟ لان اللعبه قاعد تصير سريعه، اللعبه شنو كانت قبل؟ اي واحد يطلب مقارنه. 7 حكام، 5 حكام، 9 حكام قاعدين، 11 حكم، 11 مقارنه.
يعني عادي مثلا انا ابي عبد الله ابو دستور احطه بمقارنه، وعبد الله ابو دستور مثلا ينافس اول، و10 حكام غيري شايفين ان عبد الله ابو دستور ينافس اول ويطلبون 11 مقارنه. زين يطلع اللاعب 11 مقارنه يموت. صار التحكيم شنو طريقته الحين؟ ياخذون من كل حكم افضل التوب 5 اللي هو يبيهم. فانت تجمع من الحكام كلهم، تشوف منو اكثر واحد مرغوب من الحكام. يمكن 11 حكم طالبين واحد، وفي 9 حكام طالبين واحد ثاني، فهذا راح يدش وهلم جرى. عرفت؟ يعني الاكثر طلبا راح يطلعون. فانت لما تجي قاعد ورا لا فلان كان احسن. يعني الحين 11 حكم ما طلبوا، او يمكن 2 طلبوا من 11، يعني حتى الاثنين رايهم بين ال 11 ضاع. فلا تصير انت تفضل. انا طارق استاذ بعد عندك نفس ما صار ويانا في البطوله، بطولتنا بطوله وورلد جيم، لاحظت ان اللي عند الحكم قاعد يم الحكم، البطل قاعد يم الحكم، ليش ما طلعت اللاعب مالي؟ اللاعب مالي كان شوف اللاعب ليش احنا تكلمت قلت لا ايا كان لا حد يكلم الحكام، في أيوة. ناس زعلت وفي ناس ما عرفت. اللي يزعل يزعل، اللي يزعل يزعل، عارفين انه في ناس كانوا قاعدين وانا اعرفهم شخصيا صحيح وقراب علي. اي نبي شيء هذا. بس شنو قلت لك؟ اذا كان من كان لا حد يكلم الحكام. قلت لك لا حد يقعد، ما له شغل. لان بالنهايه اللي يأذي الحكام قاعد يأذي البطوله، ويأذي اللاعبين اللي على المسرح، واللي يأذي اللاعبين على المسرح قاعد يأذيك انت راعي البطوله. صحيح. فبالنهايه راح ترجع عليك انت او على الحكام. عرفت؟ فانت من البدايه تنهي الموضوع هذا كله، توخر اللاعبين. تلتزم تعليمات رئيس الحكام، رئيس الحكام قاعد بالنص. لا الحق انه يردك، لا الحق انه يسحبك، لا الحق انه يقول لك اثبت، اوقف. كم لاعب يصعد على المسرح؟ 10 15 20 ان شاء الله 100 صعدوا على المسرح. الحكم يقول لك اثبت. لما الحكم يقول لك اثبت بالذمه كلنا كم لاعب يتحرك على المسرح؟ كم واحد يعطي بوز؟ كيف باقي الحكم بس الحكم يمكن ما بس يعرف. الحكم انزين احنا كلنا عارفين اللعبه. انت يمكن مقلل كميه الماي، يمكن موقف الماي، يمكن انت لا امس زيرو كارب، يعني انت اصلا نهائيا ما فيك باور. شنو كليت من كارب باللودينج قبل لا تجي المسرح؟ ايش ماكل خيشه عيش؟ 6 كيلو بطاط؟ شنو الكارب اللي كليته؟ فلنفرض انك انت من وزنت للبطوله 24 ساعه، فلنفرض هي ما في 12 ساعه بين الميزان والبطوله. فلنفرض 24 ساعه، شنو كميه الكارب اللي انت دخلته؟ يمكن في ناس الحين يقول لك ايش دخل الحين التحكيم تقول لي كارب؟ انا مو خبير تغذيه، عندي يمكن معلومات بسيطه، في وايد ناس قاعدين هنا افضل مني بمراحل بيتكلمون بهالموضوع. بس انا بوضح لك نقطه. الا باور ربع ساعه راح يطلع هذا. رحم الله والديك. انت ماخذ كميه كارب تخدمك لشيء معين. انت صعدت المسرح، صارخت، طقيت الارض، دعمت ويا 2 3، وقفت، اعطيت حق ربعك 7 بوزات، وحق هني 15 بوز، وواحد من ربع تكفى معود دبل باي، عرفت؟ تعطيه دبل باي، كاربك راح. الحكم شنو يسوي؟ الحكم الحين اصلا ما يدري عن هو دارك، لان الحكم قاعد يسجل ارقام. ورئيس الحكام قاعد يقول لك بليز دونت بوز، بليز دونت بوز، بليز دونت بوز. اوقف، اوقف، لان الحكم ما يدري عنك، الحكم قاعد يسجل رقم، قاعد يطالع يشوفك انت موجود ولا مو موجود. ان اللاعب انت 5 و6 و10 و7 موجودين ولا مو موجودين، على الساعات محكم. يعني انت بتوقف على الاقل دقيقتين ما له داعي اصلا تتحرك. يعني اخرك المفروض توقف تحط لك بخصرك بس تنطر يخلصون. خلصت. فلنفرض انك انت التزمت بتعليمات الحكام. خلينا نقول ان اللي ما التزم تعليمات الحكام خلص الكارب، البنزين اللي كان مصعد المسرح خلص، حلو؟ وهذا الشيء يخدمه يعني نوعا ما بالنظام التحكيمي الجديد، ليش؟ لان اللاعبين بيطلعون مره واحده 4 اوضاع، هذا نتكلم اذا هم فوق ال 15 لاعب. فوق ال 15 لاعب بيعطون 4 اوضاع بس. يعني انت طلعت الحين مره 4 اوضاع ورجعت دخلت التوب 15، تطلع تعطي 7 اوضاع. اذا دخلت التوب 5 او حتى التوب 10 بتطلع مره ثانيه بتعطي 7 اوضاع، يعني انت توتال بتعطي 3 مرات. اذا انت مخلص الباور كله هناك تصوير وصراخ والربع وعيال الجيران، بس ايش خليت تحكمني؟ بعدين شو يقول لك اللاعب؟ هني بالصوره احلى، ادري بس الحكم عينه ترى مو صوره، مو نيكون، عين بني ادم. يعني انت ليش تتعب؟ بعدين شو يقول لك؟
انا اشد واعطي بوز بس احس جسمي تعبان ما في بوز. اللود مالك تعبان يا كابتن متروك. والله كابتن متروك ما قال لك تسوي الحركات كلها قبل ما تصعد المسرح. عرفت؟ لان صدقا ما في باور انه يضخ البامب هذا داخل العضله. البامب انت تاخذ من شنو؟ من الكار. اذا ما في شيء داخل العضله اكيد بتشد جسمك متهردق. الحكم ما قاعد يشوف عضله شاده. يعني الوضع هذا كله انتهى. يعطيك على شنو؟ من اللي ظلمك؟ شاهين ظلمك ترى. مو انت ظلمت نفسك، انت اللي قاعد تظلم نفسك. باللود الغلط، انت اللي قاعد تظلم نفسك